نمرة واحد. نمرة اتنين، طيب يا عم الشيخ ياسر برهامي، ايه يا ترى نصيب حد القذف ده نفسه اذا ما ارتكبه الاخرون؟ طب ما ده الاخرين عملوا عمايل سودة. ايه رايك في اللي قالوا على الجماعه اللي كانوا في رابعه العدويه انه كان في جهاد النكاح والمش عارف ايه والكلام الفارغ ده؟ لماذا لم تطالب بحد القذف؟ وهذا اتهام يطال مئات الالاف من الناس. بالضبط كده. لا، واتهام بالزنا الصريح بقى، ما فيهوش يا مرحميني. امال ليه ما سمعناش راي حضرتك بتتكلم؟ ولا هي الحكايه ان من يتهم الحاكم او من يتهم صاحب القوه او من يتهم صاحب الدبابه او من يتهم اللي يقدر يدوس عليك يبقى وحش، انما لما يكون من يتهم صاحب الشوكه. بالضبط كده. انت اذا هو الشرع ده، انا عايز اعرف الشوكه دي. انا عايز اسال ده هو الشرع ده اللي بيخافوا ما يختشوش؟ يعني مفروض ان احكام الشريعه هي تعمل في صالح الناس الاقوياء، ومفروض ان اللي بيطبق حكم الشريعه ده يبقى راجل يخاف ما يختشيش، ولا يبقى يختشي من ان هو يقول كلمه زور او يقول كلمه نفاق؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام مش علمنا ان اعظم الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر؟